يا بنتي يلا بقى سيبينا اتنيل اخلص، سيبينا اتنيل اخلص واقفلي الباب لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الو، الصوت واضح كده؟ الصوت واضح يا دكتور، الصوت ألو؟ واضح. طيب احنا نبدأ دلوقتي ولا لسه؟ الساعة ما فيش 5 مشكلة، بالظبط. ممكن نبدأ دلوقتي لحد ما باقي الدكاترة تنضم معانا يعني. طيب انت كده بدأت ريكوردنج ولا نعمل؟ لا أنا كده بادئ ريكوردنج. طيب خلاص هنبدأ إن شاء الله الساعة 5 بالظبط، أوكي؟ الساعة 5 بالظبط، تمام يا دكتور، اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في الكورس MRCP Part 1. ده الحقيقة البريباريشن كورس معمول للسادة الأطباء اللي داخلين امتحان الزمالة البريطانية الجزء الأول اللي هو MRCP Part 1. طبعا احنا يعني يسعدنا ويشرفنا ان احنا نتكلم معاكم على الزمالة البريطانية، ازاي نستعد لها وازاي نمتحنها وازاي نقدر يعني نحاول ان احنا نعدي الامتحان بافضل النتائج. اولا congratulations on choosing mid plus training courses. This is an updated versions of the medical course organizers, and I believe that these are the future for medical courses in the Middle East. We thank the organizers for such a great opportunity that they enable us to present the further courses relating to the MRCP as well as the other courses relating to general medicine and cardiology. هنبدأ بقى حضرتك هنتكلم دلوقتي. طبعا احنا السادة الأطباء اللي معانا كلهم أو معظمهم بيتكلموا عربي، وطبعا احنا هنحاول بقدر المستطاع إن احنا نسهل الكورس ده بالعربي بحيث إن انتوا طبعا تبقوا يعني احنا كده عايزين حضرتك نبقى احنا واخدين بالنا من طريقة الشرح بحيث ان احنا نفهم باللغة العربية، وفي نفس الوقت لو في مصطلحات انجلش بنتكلم بيها بالانجلش على اساس ان انا عايز اوصل لكم الفكرة والمعلومة. فاحنا يعني هنبتدي النهارده اول محاضرة. المحاضرة دي بتبقى محاضرة تعريفية او orientation to understand what are we are يعني going through now. يعني احنا دلوقتي داخلين في مرحلة حرب مع حال الزمالة اللي هو MRCP UK examination. احنا بنختاره لاسباب كتيرة جدا، اهمها عشان نبقى صريحين مع بعض. احنا هنتكلم بصراحة على فكرة يعني
اولا اهم حاجه في الامتحان ده ان احنا نقدر نسجل فين في الGMC. الGMC طبعا ان انت ده اللي هو زي نقابه الاطباء او الجهه المسؤوله عن الترخيص في UK كلها بقى بكافه انحائها. فبالتالي انت علشان تروح تسجل في النقابه هنا بيقول لك هات شهاده من وزاره الصحه والترخيص والكلام ده اللي انتوا عارفينه كلكم مريتوا بيه. هناك بقى لا، بتروح الGMC ده بتعمله ابلكيشن اونلاين علشان تبقى ابروفد. هيسالك انت متخرج من UK ولا متخرج من بره. لو متخرج من بره لا، انت لازم تعمل لي بلاب او تعمل لي شهاده انا معترف بيها في انجلترا بوست جراد. فاحنا بالنسبه لنا اقرب حاجه لينا هو الMRCP. هتدخل تمتحن الMRCP، هتخلص بارت 1 وبارت 2 ريتن وكلينيكال وتاخد الدبلومه وتعمل الامتحان انجليزي وتروح تسجل نفسك في الGMC. على طول بتتسجل ويبقى عندك رخصه ان انت تشتغل دكتور في UK. تشتغل دكتور بقى، عايز تتدرب تكمل تدريبك، عايز تشتغل عشان تجيب فلوس، عايز تشتغل عشان تعيش حياه كويسه. كل الكلام ده احنا عارفينه وكل واحد له اسبابه الخاصه. تمام. اما بخصوص بقى الاتجاه بقى للزماله، طبعا في عندنا 3 بارتس. اول جزئيه هو بارت 1 وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. اللي هو بارت 1 ده هيبقى ايه بقى؟ البارت 1 ده اللي هو الفيرست بارت. فيرست بارت طبعا بيبقى اصعب بارت، لان انت مش عارف، انت داخل على سكه جديده وطريقه تدريس جديده وطريقه اسئله مختلفه عن اللي احنا اتدربنا عليه في الكليات العربيه بصفه عامه. فبالتالي successful completion of the entire 3 parts examination required before you can start specialist internal medicine training in UK. يعني يا اما انت رايح تتدرب، يا اما انت اللي هو الSPR تتخصص بقى بعد الزماله البريطانيه. تتخصص بقى، عايز تتخصص بطنه جهاز هضمي، عايز تتخصص بطنه قلب، عايز تتخصص بطنه مثلا infectious disease rheumatology. كل الكلام ده هتروح هيقول لك الاول هات لي الMRCP وطبعا الفول ريجستريشن with the GMC. خلال ايام الكوفيد والكورونا كانوا محتاجين دكاتره باي ثمن، فكانوا بيقولوا برضو ان احنا هندي لك restricted license، يعني مش رخصه كامله، رخصه under supervision بعد ما تعدي بارت 1. ما اعرفش الكلام ده لسه موجود ولا لا. هنيجي بعد كده بقى نشوف ايه قصه الامتحان دي. البارت 1 is the entry level examination accessible to doctors with the minimum of 12-month postgraduate experience in medical employment. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا دلوقتي لما نيجي نقدم علشان نتسجل في الامتحان، هندخل على موقع الزماله اللي هو الMRCP UK، وهندخل نعمل ايه؟ نعمل ابلكيشن، يعني نقدم الابلكيشن عشان تعمل ايه؟ سيت اب لوج ان. فهتعمل زي ما بتفتح اي حساب في اي حته يعني. بتدخل بتسجل بياناتك وبعدين بيطلب منك بقى ايه؟ شهاده التخرج بتاعتك. ولازم تكون عديت 12 شهر بعد التخرج، اللي هي ايه؟ الامتياز اللي احنا بنسميها الامتياز يعني. بعد كده هيسالك بقى على شويه حاجات هنتكلم عليها، وبعدين بتبتدي تختار هتمتحن فين. طب ايه هو الامتحان نفسه بقى؟ موضوع الامتحان نفسه ان هو زي امتحان بطنه، بيسالك عن جميع البرانشات اللي انت عارفها في البطنه، بيسالك عن طريق الحاجات الاساسيه البيزك نوليدج، والحاجات اللي هي ممكن تيجي از بوست جرادويت نوليدج. تمام. فدي طبعا كلها حاجات احنا لازم نتاكد منها. The purpose of part 1 is to test knowledge and understanding of common and important disorders as outlined in UK curriculum as well as clinical science. طب هم بتوع UK دول عندهم كوريكولم مختلف عننا؟ لا طبعا، هو نفس الكوريكولم بس طريقة التدريس مختلفة. يعني هنا في مصر بيدرسوا بطريقه مختلفه عن اللي بيدرسوا بيها في UK، بيهتموا بحاجات مختلفه عن اللي بيهتموا عليها في UK. يعني مصر هنا مثلا يقعدوا يهتموا قوي بالهريسيا، بالحاجات اللي هي ليها علاقه بالامراض الدارجه عندنا في مصر. UK نفس القصه، بيهتموا بالامراض الدارجه عندهم زي الهانتنجتون كوريا، زي الباجيت ديزيز. الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش، فبالتالي هتلاقي فيه اختلاف بسيط، لكن هي نفس المعلومات. وانتوا طبعا دلوقتي يعني المعلومات ما بقتش سر، انت بتقدر تجيب اكسس للمعلومه من اي حته طالما ان انت عندك اكسسبل انفورميشن. اهم حاجه بقى الابديتس. ليه بقى الابديتس مهمه؟ لان طبعا الميديسين از ايفر تشينجينج. فتلاقي مثلا ايه؟ الدكتور مثلا يبقى من القرن الماضي، خدت بالك سيادتك، وما جددش معلوماته خالص
خلال الفترة اللي فاتت دي. طبعًا الدنيا اتغيّرت خالص، يعني مثلًا البيتا بلوكرز كانت contra indicated في الheart failure، دلوقتي بقت the drug of choice in heart failure، خدتِ بالك إزاي؟ فطبعًا هو عايز يبقى update باستمرار، تبقى update، وupdate بقى مش بس يعني تبقى عارف الحاجات دي، تبقى عارف كمان الbasic knowledge الجديدة اللي اتغيّرت. طبعًا زي حاجات زي monoclonal antibodies مثلًا دلوقتي بقت يعني في حاجات كتيرة جدًا شُفناها دلوقتي بقت إيه، يعني تقريبًا بقت standard therapy. immunotherapy مثلًا في الكانسر، يعني الكانسر دلوقتي مفهوم ونعرف إزاي نجاوب عليه. الwritten exam اللي هو اللي أنت هتدخل تمتحنه عبارة عن ورقتين، كل ورقة 3 ساعات، يبقى أنا داخل أمتحن ورقتين، الورقة الأولى بتبقى 3 ساعات وفي بينهم break، وكل ورقة فيها 100 سؤال، والسؤال بيبقى 5 best one best answer، يعني إجابة واحدة من ال5 إجابات، وطبعًا الإجابة دي بتكون هي الإجابة اللي هتاخد عليها الدرجة. ما فيش عندنا negative marking، يعني معنى كده إن أنت مش هتسيب أسئلة مش متجاوبة. الله! طب ليه ناس بتسيب أسئلة مش متجاوبة؟ لإن الوقت بيخلص بدري، يعني شوف بقى، يعني شوف الوقت عندك 3 ساعات، 3 ساعات دُولة بيطيروا هوا، يعني راح منك 30 سؤال كده علشان الوقت، فطبعًا لازم نعمل timing، وكل الكلام ده هنقوله أثناء الcourse. الexamination dates and fees طبعًا دي إحنا عندنا في سنة 2023 كل سنة بيعلنوا. 2023 إحنا دلوقتي خلّصنا الdiet 1 و2، فإحنا عندنا الdiet 3 اللي هي آآ الexam date في أوجست، فطبعًا دي مش هتلحقوا يعني إلا إذا كان بقى ناس محضّرين قبل كده وعايزين يجرّبوا. وفي بقى الdiet 4 اللي هي في أكتوبر، وطبعًا دي ممكن إحنا نلحقها، يعني لو أنتم كنتم جاهزين وخدتوا الcourse وتلحقوا إن أنتم تدخلوا فيها. زي ما أنتم شايفين طبعًا إحنا بالنسبة للcenter بتاع كايرو، الامتحان عندنا الapplication period هتبقى في April، فتقريبًا كده الexam date بالنسبة لنا اللي هو 1 و2 خلص، هيبقى في عندنا 3 الapplication period May and June، والامتحان في أوجست. طبعًا ده مش هتلحقوا، يعني هتبقوا أنتم إلا إذا أنتم مستعدين بقى. وفي بقى الامتحان التاني اللي هو الapplication في أوجست، والامتحان في أكتوبر، ده ممكن يكون مناسب ليكم. مهم جدًا يا جماعة إن إحنا نعرف كمية الفلوس اللي هندفعها، خُد بالك. إحنا دلوقتي سيادتك عندنا إيه دلوقتي، عندنا مشكلة كبيرة. إيه هي المشكلة الكبيرة؟ إنه زي ما أنت شايف كده حضرتك الجنيه الاسترليني بقى تقريبًا ب40 جنيه، فال616 جنيه استرليني هتقفل معانا ب24,000. وطبعًا ده مبلغ مش سهل إن الواحد يرميه كده من غير ما يكون مستعد وداخل وواثق إن هو هياخد الpass mark أثناء الامتحان. How to complete your application؟ هتعمل log in into your My MRCP UK account، check all the personal details، وchoose a center where you would like to take the examination and pay for the examination. Examination format زي ما إحنا قلنا، this format in addition to testing core knowledge and comprehension also assesses the ability to interpret information and solve clinical problems. There will be 5 options, 1 correct answer and 4 alternatives to the correct answer. The 4 distractors will be closely related to the preferred option. يعني هنا بقى هتلاقي إنه الإجابات كلها متشابهة، لكن أنا برضه هادّي لك تكنيك إزاي تقدر تتخلّص من المشكلة دي، وتقدر تستخدم التكنيك دي عشان الإجابة الصحيحة. فلازم تختار الإجابة الصحيحة، وكل إجابة صحيحة بتتاخد درجة. success in part 1 indicates إيه؟ أنت لمّا تنجح في part 1 أول حاجة معنى كده إن إحنا اتأكدنا إن عندك المعلومات اللي تخلّيك جاهز إنك تدخل part 2. رقم 2 معلوماتك دي updated، ورقم 3 أنت كده أثبتت لنا إن أنت عندك appropriate clinical decisions making، يبقى أنت كده جاهز إن أنت تشتغل under our supervision. هنيجي بقى الspecialties اللي إحنا بنمتحن فيها. زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة الموضوع غريب جدًا. إحنا عندنا يعني زي ما أنت شايف كده أكتر من 16 subspecialty كلّهم هتمتحن فيهم. فيعني الموضوع internal medicine بكافة مشتقاته. حاطط لك هو 14 في الكارديولوجي، وحاطط لك مثلًا في الendocrinology 14، الgastroenterology 14،
حاطط لك كلينيكال فارماسي 15 سؤال، انفكشنز ديزيز 14، النيورولوجي 14. طب انا دلوقتي بالنسبه الكلام ده لما تجمعه هتلاقيه 200 سؤال. طب انا مش همتحن 200 سؤال، في الورقتين هيبقوا 200 سؤال. طب الورقه الواحده لو ال 100 سؤال يعني همتحن كام سؤال؟ هو طبعا ده بالتقريب يعني. فانا عملت لكم الدايره دي بحيث ان انت تشوف البرسنت من الحاجات اللي انت محتاجها. وزي ما انت شايف كده الحاجات اللي احنا بنخاف منها باستمرار هي الكلينيكال ساينس، ودي تقريبا 25 سؤال في الورقتين، يعني بتشكل 12.5% في كل ورقه. اما بقيه الحاجات فمتقسمه زي ما انت شايف كده كلها تقريبا 7%. الكلينيكال ساينس بقى كمان ما هياش حاجه واحده، لا ده بيتكلم على سيل موليكولار ممبرين بيولوجي، كلينيكال اناتومي، كلينيكال بايوكيمستري، كلينيكال فيسيولوجي، جينيتكس، immunology اند statistics. وزي ما انت شايف كده واضح جدا من المنظر ده انه الموضوع مش موضوع statistics بس. كلكم بتخافوا من statistics، والstatistics دي عليها 5 اسئله وتبقى اسئله ضمنيه، ما هياش اسئله يعني مستقله. طبعا مش هتيجي بقى تمسك الاناتومي تذاكره from A to Z يعني من البدايه، ولا تمسك الفسيولوجي، لا احنا بنتكلم على الحاجات دي البيزك ساينس في كل توبيك. يعني نيجي نتكلم على الكارديولوجي هنتكلم على الاناتومي والسيل بيولوجي والبايوكيمستري اثناء شرح ال different topics of cardiology. فطبعا في اسئله كتير جدا بتيجي في الكورس يقول لك الله احنا ما خدناش clinical science. كلينيكال ساينس يعني انت عايز كلينيكال ساينس، ما عنديش مانع ادي لك كورس كلينيكال ساينس، بس مين عنده الوقت اللي هو نبدا بقى ندي؟ هنعمل بقى زي اليو سي ام ال اي بقى، هنبدا بقى ناخد كتاب بايوكيمستري وكتاب اناتومي وكتاب فيسيولوجي، مش هنخلص. فاحنا عايزين برضو عامل الوقت يكون مهم يا جماعه. الانسر استراتيجي في عندنا حاجه اسمها تريجر ووردز او كي ووردز. الكي ووردز ايه هي؟ تعالى مثلا نشوف سؤال كده بيقول لك a patient who has been admitted to the emergency department with investigation consistent with the diagnosis of DKA. يبقى هو طبعا مش هيجيب لك السؤال بالشكل ده في الامتحان. هيجيب لك السؤال يقول لك an 18-year-old boy was playing at school and suddenly he felt dizzy. Upon further questioning, he reported that he has epigastric pain along with nausea and vomiting. He has not been eating well or drinking well for the past 4 days before this presentation. He had no previous history of any medical illness and he was current in his school and he plays very good sports. شوف بقى ضيع لك قد ايه وقت. انت طبعا قاعد عمال تقرا كل الكلام ده ومش فاهم هو بيتكلم على ايه. On examination he was looking unwell and his eyes are sunken. The JVP was not raised. His breathing was shallow and his abdomen is soft. There's no tenderness. وقعد بقى ايه دخلك في متاهات. وبعدين في الاخر يقول لك he was taken to the hospital and they performed the following investigation. ويجيب لك الانفستيجيشن ويدي لك بقى البي اتش والاي بي جيز والكيمستري ومش عارف ايه. في الاخر هو السطر ده اللي انت عايز تطلع بيه اللي هو عنده الدي كي اي. تمام. طيب what is the most important initial treatment? Fixed rate insulin, 50 units human soluble insulin, ولا subcutaneous injection of short acting insulin, ولا 10% dextrose once glucose falls below 14 millimole per liter, ولا 1000 sodium saline, sodium chloride saline يعني plus مش عارف potassium ولا ايه infusion over 16 minutes, ولا increase long acting insulin dose. نشوف كده احنا بقى اللي موجودين مين اللي هيقدر يجاوب. هنعمل unmute بقى. اللي عايز يا جماعة يجاوب يقول كده. رقم دي. رقم دي. حضرتك اخترت رقم دي ليه يا دكتور؟ Rehydration of DKA is the most important treatment. طيب ما هو دي كي انت محتاج تدي انسولين برضه. الانسولين after rehydration. شفت بقى كلمة after يبقى لنا الكي وورد ايه؟ الكي وورد يا جماعة ايه هي هنا؟ rehydration. لا الكي وورد initial. بص بقى في السؤال what is the most important initial. شفت initial دي؟ لأن كل دولت احنا بنديهم في الدي كي اي، بس الفكرة كلها initial. يعني ايه initial؟ يعني first
ستيب. فدي بقى دي حاجه مهمه جدا في التريجر ووردز. يعني ايه؟ انت في الامتحان مش هتقعد بقى ايه تفكر هديله انسولين ولا هديله سلاين ولا هعمل له ايه بالظبط. هو كمان ما ادالكش بالظبط ايه اللي هو مطلوب يعني، ولكن هو قال لك انيشال. يبقى كلمه انيشال دي يا جماعه هي اللي خلتني احس ان الاجابه هي دي. يبقى كده كلام الدكتور سليم ان احنا هندي سلاين انيشالي، يبقى هي دي التريتمنت اللي احنا عايزينها. طب انا دلوقتي ايه اللي استفدته من الموضوع ده؟ ان انا شفت كلمه initial. يبقى each of these answers may be an appropriate treatment for DKA but the trigger word or the key word here is initial. يبقى خلي بالك من كلمه initial او خلي بالك من كلمه trigger word. ففي عندنا هنا trigger words عارفينهم، زي مثلا بتيجي في السؤال typical feature, initial, most likely, possible, rarely، و for the answers always, only, never, usually. دي حاجات كلها key words وبنشوفها. طب افرض انا السؤال انا مش عارفه، يعني سؤال معلومه او سؤال انا مش فاكره بالظبط، بعمل ايه؟ بعمل educated guess. انت طبعا مش ممكن هتعرف كل الاجابات اللي هتجيلك في الايه في الاسئله، فبالتالي هتعمل ايه؟ هتعمل educated guess. طبعا احنا زمان على ايامنا ما كناش بنقدر نعمل educated guess عشان كان عندنا negative markings. negative markings يعني انت لو بتجاوب غلط بيطرح منك درجه، لو جاوبت صح بيدي لك درجه. فما عندك اختيار دونت نو. يعني ايه دونت نو؟ يعني تسيب السؤال وتعترف ان انت مش عارف. ودي كان برضو مقصود منها ان هو يفهمك ان انت هتوصل لمرحله ان انت مش عارف، وهتضطر ان انت تستعين بصديق او تستعين باستشاري زميلك او تستعين بحد عنده خبره اكتر منك. فبالتالي كانوا بيعلمونا دي واحنا في داخلين الامتحان، بس دي اتلغت دلوقتي، بقت ايه؟ سنجل بيست ومفيش نيجاتيف مارك. فبالتالي تقدر تعمل educated guess. يبقى educated guess ان هي one correct answer. تمام؟ يبقى احنا طبعا عارفين ان كل سؤال له one correct answer، وبالتالي في واحده incorrect واضحه جدا بتبقى موجوده جدا واضحه، بس بتبقى similar to the correct answer. The incorrect answers was identified as wrong if you have some knowledge on the subject and one generally obvious incorrect answer. يبقى في الحاله زي دي تقدر تعمل educated guess. ازاي اعمل educated guess؟ ان انا هقرا السؤال مره واثنين وثلاثه وهبتدي بقى اعمل elimination. يبقى انا هبتدي اجاوب بطريقه الاليمينيشن. لا دي مش نافعه معايا هروح اعمل عليها خط، دي مش نافعه معايا هروح اعمل عليها خط. واول لما اشيل الاجابات اللي هي مش واضحه او مش جايه معايا على انها اجابات نقدر نستخدمها في الحالات اللي زي دي، بوصل لمرحله ايه؟ بوصل لمرحله انه في النهايه بيبقى عندي اجابتين، وبتبقى الشانسز ان انا اعمل educated guess اكتر بكتير لو انا ما شلتش الاجابات. يعني انا الاختيار لو اختار من اجابتين هبقى 50% 50 chance، انما لو اختار اجابه من 5 اجابات هتبقى 80 chance. يبقى انا دلوقتي اقدر بمنتهى الوضوح اقدر ابتدي احسن كميه الاختيار بتاعتي طالما عملت elimination educated guess. How to apply for the MRC part 1؟ بنعمل اكونت عادي خالص، بدخل على ال MRCP UK، ده الويب سايت بتاعهم mrcp.mrcpuk.org، وتدخل على الاكونت هيطلع لك الصفحه دي. بتدخل على sign in اللي هو ايه؟ هتحط يوزر نيم وباسورد، او انت لسه ما عملتش فبتختار account creation wizard. يعني انت بتختار هنا if you don't have an MRCP UK online account you have to create one by account creation wizard. واول ما بتدخل في الاكونت creation wizard بيبتدي ياخدك بالتدريج بقى على ايه؟ على كل المطلوب منك، اللي هو هيسالك بقى انت عندك GMC center registration ولا لا، اللي هو الجنرال ميديكال كونسل. الجنرال ميديكال كونسل ده حضرتك هو نقابه الاطباء او الجهه المسؤوله للترخيص في انجلترا. فدي بيبقى عندهم كل المعلومات. لو انت عندك GMC خلاص انت مش محتاج تدخل بقى الامتحان اساسا. هو طبعا بيتكلموا على الناس اللي هم في انجلترا يعني، انما انت دلوقتي ما عندكش GMC عشان كده داخلين MRCP. فبالتالي هتقول له لا ما عنديش، هيقول لك طب هات لي بقى بياناتك، انت متخرج منين؟ من UK ولا من ابرود؟ لو من ابرود هيقول لك طب ايه الشهاده بتاعتك وسنه كام؟ وبعد ما يقول لك الشهاده بتاعتك وسنه كام هيبتدي يطلب منك بقى البيانات بتاعتك، ولازم زي ما احنا قلنا يكون عدى عليك 12 شهر من التاريخ اللي مكتوب في شهاده التخرج. وبعد كده بيبتدي يطلب منك بقى البيانات اللي هي بتسجل، وبعد كده بتختار انت بقى المركز اللي هتدخل تمتحن فيه وتدفع الفلوس وتاخد طبعا هو المشكله بقى
ودي طبعا كل الناس الحقيقه مروا بالتجربه دي، والتجربه صعبه جدا، ان هو بيبقى عنده عدد محدود في كل سنتر. تمام. وطبعا دلوقتي الطلب زاد جدا على العدد، فبالتالي عندنا ليميتد سيتس، يعني في اماكن محدوده. فاول هو طبعا ما بيبقاش فاتح، ما بيفتحش، هو بيفتح مثلا ايه في الديدلاين، لما يقول لك مثلا اللي هو بتاع اكتوبر ده هيفتح في اوجست، فهو يروح مثلا فاتح في اوجست. اول لما بيفتح في اول ساعتين الاماكن كلها بتخلص. انا مش عارف الناس دي قاعده، الناس قاعده مستنيه اول لما بيفتح الاماكن تيجي تختار، يقول لك خلاص ما فيش عندك ايه مكان. فبالتالي لازم طبعا تكون انت مستعد جدا للتسجيل في الوقت المناسب، علشان ما تروحش عليك هتضطر تستنى 3 شهور تانيين ولا 6 شهور تانيين، تكون بقى ايه القصه برضو فيها استعداد وفيها فلوس برضو. يعني بص، هو عامل الفلوس ده مهم جدا في القصه دي. How to prepare بقى، هي دي اهم حاجه في المحاضره دي، ان احنا ازاي نستعد. في ناس كتير قوي تقول لك انا هروح اذاكر بقى انترنال ميديسين، هجيب كتاب هاريسون ولا كتاب اسمه ايه ده هو سيسل، ولا مثلا اوكسفورد اللي هو التكست بوك، ولا كومار، واقعد اذاكر. الكلام ده طبعا كلام فاضي وملوش اي اساس من الصحه. لحظه واحده يا جماعه. ايوه يا جماعه، معلش متاسف جدا على كان المفروض اخد المكالمه دي. فزي ما بقول لحضرتك، هو الفكره كلها مش هنقدر نجيب الكتب اللي هي التكست بوك، الميجر تكست بوك دي، ونقدر نذاكرها. لا، احنا عايزين ندخل الامتحان، وزي ما بيقولوا كده يعني احنا عايزين نعرف من اين تؤكل الكتف. ده اهم حاجه يا جماعه. الامتحان ده عباره عن امتحان استراتيجي، ما هوش امتحان مذاكره. امتحان استراتيجي، لازم يبقى عندك استراتيجيه علشان تقدر تعدي الامتحان. طبعا بالتاكيد مفيش شك knowledge is an extremely important part of your exam، بس انا اعرف ناس كتير قوي ما عندهمش يعني ال amount of knowledge that's required و they were able to pass the exam. فهي الفكره كلها ان احنا عايزين how to prepare for the MRCP part 1 to pass, not to gain knowledge, just to pass the exam. Okay, there's a big difference between the two. فاحنا دلوقتي طبعا زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، اللي احنا شايفينه قدامنا ده عباره عن الستادي تيبس. اولا لازم نعرف الفوكابولري. المشكله يا جماعه ان الامتحان بالانجلش، واحنا الانجلش بتاعنا مش نيتيف او ماذر تانج، فبالتالي هيكون في حاجات كتيره جدا ملخبطه، وعشان كده لازم نتعلم الفوكابولري. والحمد لله دلوقتي الترانسليت موجود available everywhere، فما فيش، انا مش شايف ان دي فيها مشكله. تاني حاجة studying groups is very important because discussion makes perfect. Memorize basics again and again. This is very important part. Make flashcards or make notes. Look for patterns. Connect all the information. وطبعا look for patterns دي مش هتقدر توصل لها غير بحاجة واحدة بس، إن أنت تحل as maximum amount of questions that appears in the exam، اللي هو من البنك الام سي كيوز او الكويستشن بانكس، الكيو بانكس دي as possible، لان هو practice makes perfect. وانت بعد ما تبتدي تحل اول 5000 او 10000 سؤال، هتبتدي تعرف الباترن، وهتبتدي انت تتوقع السؤال جاي لك بيسالك على ايه. Connect all the information, request help from others, و highlight the important topics, و attach paper tags, وتيك اكتيف نوتس. طبعا الكلام ده كله يعني ايه نصايح عامه يعني. There's no reading list available for the MRCP examination، لكن زي ما انت عارف ان هو التوبكس اللي احنا بنركز عليها في الام ار سي بي هتكون واضحه جدا، ودي طبعا هنتكلم عليها بالتفصيل اثناء الكورس، وهنقول لكم بالظبط ايه هي التوبكس اللي بتتعاد مره واثنين وثلاثه. طبعا الناس اللي دخلوا قبل كده عارفين الكلام ده، واصبحت يعني اتس نوت ا سيكريت. وكمان خلي بالك انه في ريكومندد بوكس كلها زي ما انت شايف كده، كلها عباره عن ليها علاقه بالام ار سي بي، بس يكون عندك ريفرنس تكست كده، علشان مثلا لو في موضوع مثلا انت ايه عايز تتوسع فيه، ولا عايز تعرفه، عندك عيان عايز برضه يبقى في عندك ايه حاجه كده
جميله جنبك زي الاوكسفورد، بس ما تقراش منه غير لما تحتاجه. اما الباقي بقى كلها كتب صغيره بتاعت الام ار سي بي. وطبعا بالنسبه للبيزك ميديكال ساينس فور ام ار سي بي بارت 1 بتاع كلنا عارفينه اللي هو فيليبا استربروك ده، بيبقى ممتاز جدا. question banks بقى زي ما انتم شايفين في عندنا different question banks، اهمهم الكويشن بانك بتاع الرويال كوليج ذات نفسها. The question bank of the Royal College can be accessible in the exact site, and you can do this by basically accessing the site and the mrcpuk.org, and you go through the official sample questions where you can start your exam after you register with your email. And this is absolutely free and available for everyone. And you can actually continue in the exam if you stop at any minute and you continue with that. The other question bank, which is extremely important, is the past medicine. I put down the website here. You can actually join the past medicine either according to whatever suits you. يعني 4 شهور ب 35 جنيه استرليني او 6 شهور ب 45 جنيه استرليني. وطبعا يعني في ناس عندهم الكيو بانكس دي ما اعرفش ينزلوها ازاي، بيبقى عندهم طبعا دي حاجات بقى كلها الناس اللي هم لعيبه في الانترنت والهاكينج بيزنس والكلام ده، فاكيد عندهم خلفيه عن الموضوع ده. في بقى عندنا طبعا البيست اللي هو الباس تيست، كلنا عارفينه. والباس تيست الحقيقه يعني من الحاجات اللي الواحد بيستمتع بوجودها في حياتنا، لانه اي حد دخل ام ار سي بي او عدى الام ار سي بي عارف يعني ايه باس تيست، وعارف يعني ايه الكورسات بتاعتهم عامله ازاي. وطبعا عندهم كورسات جميله جدا في البيسز في يو كي. برضه لو انتوا رايحين تمتحنوا في يو كي ممكن تاخد لك 3 ايام كورس او 4 ايام كورس قبل الامتحان، تبقى جميله جدا. برضو عندهم different types، هم بس غاليين شويه الحقيقه، وعندهم different types of plans على حسب البلان اللي انت تشوفها. البي ام جي on examination another product، وبرضو عندك فري ترايل، بتدخل تعمل الفري ترايل وبتبتدي بتشوف بقى كميه اسئله غير طبيعيه، يعني تقريبا حوالي 4000 سؤال او اكتر موجودين، وطبعا انت على حسب بقى البلان بتاعتك. فدي البانكس اللي هي المفروض انت لو بصيت كده الكويشن بانكس دي لو انت دخلت جمعتهم على بعض هيطلعوا لك في الاخر تقريبا 15000 سؤال. 15000 سؤال دولت انت المفروض تجاوبهم مره واثنين وثلاثه، وبعد كده جارانتيد ان انت هتعدي. في عندنا طبعا الميد بلس اكاديمي ويب سايت زي ما انتم شايفين. الميد بلس عامله لنا ويب سايت جميل جدا، دي اللي هي الاورجنايزنج الكورس اللي احنا بنتكلم فيه حاليا. وطبعا انت بتختار الكورس بتاعك، وعندهم طبعا هم الويب سايت بيرفعوا لكم المحاضرات وبيرفعوا لكم كل الماتيريالز اللي انتم عايزينها، بحيث ان هم بيساعدوك بالكامل. وتقريبا برضو عندهم مساعده ان انت تقدم في الامتحان. الحاجات دي كلها بقى في التكنيكال انتوا تواصلوا معاهم، هم هيظبطوا لكم كل حاجه. الحقيقه ناس محترمين جدا وشركه ممتازه، وانا شايف ان التعامل معاهم extremely professional. يعني الناس دي بصراحه انا اشتغلت في شركات تانية قبل كده كتير، بس ما كانش فيه البروفيشناليزم اللي موجود حاليا. بالنسبه للميد بلس بتقدم لكم الكورس اللي احنا بنتكلم فيه دوت. وطبعا الويب سايت انا جربته الحقيقه وشفت الماتيريالز بتاعتهم فيري كلير، الساوند كلير، الفيجوالز كليره، فالحمد لله الدنيا كويسه قوي مظبطه. الكورس بتاعنا بقى عباره عن ايه؟ الكورس بتاعنا عباره عن 30 محاضره. 30 محاضره هنديهم محاضرتين كل اسبوع، يبقى انا عندي 15 اسبوع. تمام، 15 اسبوع يعني تقريبا 3 شهور ونص. هنا في الحاله زي دي بنتاخد المحاضرات زي ما انتم شايفين كده. الريسبيراتوري 3 محاضرات، الكارديولوجي 3، النيورولوجي الكارديولوجي 4 محاضرات، النيورولوجي 4 محاضرات، النفرولوجي 3، الاندوكرينولوجي 3، والجاسترو 3، الروماتولوجي 3، وبعدين كل واحده من الانفكشنز، هيماتولوجي،
oncology dermatology psychiatry الجيرياتريكس والستاتستكس محاضره الفالمولوجي والفارماكولوجي. هنيجي بقى بعد كده طبعا انا معاكم هبقى في الكورس دكتور محمد زكريا زي ما انتم شايفين ان شاء الله باذن الله هنبقى معاكم في الكورس وهنبقى معاكم على الجروب بتاعت الواتساب. هنشوف بقى النتائج بقى بتتصحح ازاي. برضو اسئله كتير قوي عن النتائج اتسالتها كتير قبل كده وعايزين نشوف النتائج ازاي. الباس مارك زي ما انتم عارفين بتبقى ايكويتنج. يعني ايه ايكويتنج؟ يعني بيتعمل لها كيرف بحيث ان هي ما هياش ابسوليوت. يعني ما هياش مثلا انا بمتحن 200 سؤال يبقى الدرجه من 200 هتطلع مثلا 80% من 200 يعني 160. فانا لو جبت 160 من 200 يبقى نجحت، لما جبت اقل لا ما فيش الكلام ده. احنا عندنا حاجه اسمها equating اللي هي curve والدرجه الباس مارك in part 1 is above 540. طب ايه ال 540 دي جت ازاي؟ هم عندهم معادله كده بيعملوها بيشوفوا الكيرف الناس اللي حلت اكتر حاجه ايه والناس اللي حلت اقل حاجه ايه وبيعملوا كده statistics ويطلعوا في النهايه الكيرف. فبالتالي ما فيش حاجه اسمها انا حليت صح ودول ظلموني لا، انت ممكن حليت الاسئله اللي ما بتديش درجات. يعني في اسئله مثلا الدرجه بتاعتها 2 وفي اسئله الدرجه بتاعتها 8، فانت حليت الاسئله اللي هي درجاتها 2 اللي هي السهله، انما الاسئله الصعبه اللي هي درجاتها 8 ما حلتهاش فبالتالي الدرجه هتكون اقل. وفي ناس كتير قوي بقى ايه يعني بيجي لهم الجواب بتاع الام ار سي بي ينرفز بصراحه. يقول لك مثلا ايه we are sorry to inform you that you did not pass your score was مثلا 539 من 540. يعني شوف بقى الغلاسه. يعني انا يعني يحرق لك دمك تبقى انت ناقص لك درجه. فطبعا يعني دي بصراحه بتحرق الدم. يعني من رايي ان هو ما يقولش احسن، بس يقول لك مثلا انت جبت 539 من 540 فتقعد بقى حزين. بس ده معناه ان هو بيقول لك ايه ادخل مرة تانية وإن شاء الله ربنا يوفقك. طبعا يا جماعة الام ار سي بي الطبيعي فيها إن إحنا ندخل مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وأنا شايف إن كل مرة بندخل فيها الامتحان بنتعلم حاجة جديدة وبتعلم عليك علامة جميلة جدا تستفيد منها في حياتك. طبعا الحاجة الوحيدة اللي هي بتقرفنا في الموضوع ده هو الفلوس. يعني الفلوس طبعا عامل مهم جدا، فكل مرة هتقدم هتخسر لك 24,000 جنيه امتحان فيز ومذاكره وكورسات ومش عارف ايه كام وكتب ومش عارف ايه قد ايه، فهتدخل لك في مبلغ يعني. فطبعا هي الفكره كلها اللي بيقرفنا الفلوس، انما لو كانت القصه من غير فلوس والله الواحد يدخل 7 8 مرات هيستفيد، كل مره هيستفيد. طبعا الريت الباس ريت يا جماعه خلي بالكم، انا برضو جبت لكم دي من الاوفيشال من اللجنه، يعني من السنتر نفسه هم بيعملوا statistics عشان ايه برضو يطمنونا يعني. فانت شايف ان هو في سنه 22 الباس ريت كان تقريبا في حدود كده حاجه و40%. تمام. لاحظنا ان الجماعه اللي بيعدوا من اول مره بيبقوا تقريبا حوالي 55 60%. اللي بيعدوا من 7 مرة 7 مرة يعني خلص 6 مرات وامتحن جديد يعني قدم من جديد، ده بيبقوا تقريبا 20% أو أقل. طبعا على أيامينا كانت أقل من كده بكتير، يعني كانت أيامينا اللي بيعدي من أول مرة كانوا تقريبا بالكتير خالص لا يتجاوزوا 30%. فإحنا شايفين إن كل سنة بتزيد النسبة، والدليل على كده أديك شايف أنت أهو. ده حضرتك في سنة 2019 كانت النسبة اللي بتوع اليو كي حوالي 58%، والاول كانت 39 يعني 40%. بعد كده حضرتك بدأت تزيد في سنة 2022 النسبة وصلت حضرتك 50% اول كانديديتس ويو كي 51%. 23 اللي فات ده على طول كانت يو كي 61% واول كانديديت 46%. فطبعا دي حاجة كويسة جدا، لأن لما شفنا بقى كمان لقيناها وصلت 71%، فواضح إن هم عايزين دكاترة، فبدأت نسبة النجاح تزيد ودي حاجة كويسة جدا. ولما شفنا لقينا فعلا ان باي برانش المجموعة كلها جابت بنفس الدرجة. وزي ما انتم شايفين الاوفثالمولوجي هو كان اقل درجة والانكولوجي كان هو اعلى درجة. بس خلي بالك البرانشات دي برانشات صغيرة جدا، فمش شرط انها تدي ريفلكت البرفورمانس. بالنسبه بقى لو احنا شفنا باي جندر لقينا ان الولاد اشطر من البنات، ودي حاجه غريبه جدا الحقيقه. يعني انا كنت متخيل ان البنات هيجيبوا اكتر من الولاد لانه البنات ما شاء الله بيركزوا بيذاكروا جامد، بس اتضح ان الولاد فعلا جايبين اكتر من البنات في الام ار سي بي. بالنسبه بقى للاثنيسيتي يعني جنسياتهم ايه، لقينا الجماعه الوايت اللي هم الانجليزي الابيض يعني الانجليزي الاصلي
هو ده اللي ايه اللي بيجيب اعلى درجه، يعني 70% وايت. انا مش فاهم انا ايه يعني احنا مثلا عشان لوننا بني ما بنجيبش درجات؟ مين يقول لي طب ايه السبب في الموضوع ده؟ حد عارف يجاوب على السؤال ده؟ native language. الله ينور عليك، برافو عليك. بس كده، يعني مش بقى عمليه ايه تفرقه عنصريه ولا الكلام ده، هي قصه ايه ناتيف لانجوج زي ما قال لك كده بالظبط. هم بيمتحنوا بلغتهم اللي هم ماذر تانج. فيعني مثلا ايه يعني اكنك انت تخيل انت مثلا بتمتحن الطب ده بالعربي، اكيد طبعا انت هتجيب درجه رهيبه. انت بس مجرد يعني مثلا في حاجات الواحد ما كانش عارف اذا كانت الحاجات دي اصلا اسماء امراض ولا اسماء اناتومي. يعني مثلا ما كان يقول لك ايه برنزيمتال انجينا. برنزيمتال ايه ده؟ ايه برنزيمتال ده؟ يعني في حاجه زي بركنجي كده فايبرز، يعني طب هو دي حاجه فايبرز دي ولا برنزيمتال ده؟ ده طلع اسم راجل. فهو طبعا يعني انت خدت بالك النيتيف تونج بيفرق جامد جدا، بس مش بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. يعني بص من كام؟ من 70% ل 40%. طبعا فرق جامد جدا. وبالتالي انا بصراحه يعني بشجع النون نيتيف انجلش سبيكرز، لانه اول لما بينجحوا يبقى فعلا معلوماتهم اكتر بكتير من نيتيف انجلش سبيكر. before the examination day check the location. طبعا الحاجات دي بقى اللي هي قبل ما تروح الامتحان يا حبيبي ماما فرنسا بقى ايش سندوتشك في ايدك وكراستك معاك. طبعا الحاجات دي كلنا عارفينها، بس والله بتحصل فعلا. الواحد بيبقى ملخبط وبيروح سنتر مختلف، وساعات بيبقى معهوش الاي دي وبيبقى الاسم مختلف. فكل الحاجات دي فعلا هي نصايح بتاعت الكي جي 1، بس صدقوني بتحصل. وطبعا ايام الامتحان بيبقى الواحد ملخبط جدا، لازم يروح بدري. وطبعا ساعات بتحصل حاجات كتيره جدا اثناء الطريق. انا طبعا بتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله نبقى يعني مع بعض في الكورس. ولو في اي اسئله اتمنى ان انتوا تسالوها بقى دلوقتي، على اساس ان احنا نجاوب على اي اسئله من الاسئله بتاعتكم. Price of the course يا دكتور. نعم يا فندم، ما Price سمعتش of the السؤال مرة course. تانية. برايس اوف ذا كورس، ايوه Price. البرايس اللي هو الثمن، يعني بيسالوا عن ثمن الكورس يا جماعه. ثمن الكورس مين معانا من شركة ميد بلس يقول لنا ثمن الكورس كام؟ حد معانا من ميد بلس؟ ميد بلس هوست. على العموم انا هجاوب بالنيابه عنهم. يعني بص حضرتك بالنسبه للبرايس، هو المفروض ما يبقاش سيكريت، هو معلون على المعلن عنه على الصفحه. وانا شايف ان هم عاملين ديسكاونت. انا ممكن يعني ادخل لكم على الصفحه حالا دلوقتي. انتوا حضرتك زرت الموقع؟ لا يا فندم. حضرتك ادخل على ميد بلس اكاديمي، هتلاقي الموقع وهتلاقي كل الاسئله اللي انت محتاجها. هو المفروض يكون معانا حد منهم من الميد بلس كومباني يجاوب على الاسئله دي، لكن اعتقد انه الاجابه احنا بالنسبه للبرايس ده بنسيبه للشركه. احنا يهمنا دلوقتي نسال اي اسئله عن الكورس تكنيكال او الانفورميشن باثواي نفسها يعني. السلام عليكم بروفيسور. هو اهلا وسهلا. محاضرتين ازي حضرتك يا دكتور؟ هو محاضرتين في دكتورة الاسبوع جهاد، يعني شايفه دكتورة كتير. جهاد الحقيقة يا جماعة أعرفكم دكتورة جهاد one of the best doctors. يعني we know دكتور جهاد from before، وإحنا نتمنى لها بالتوفيق الحقيقة. وما شاء الله ما شاء الله she proved perfect and she passed ما شاء الله الله أكبر part 1 في الزمالة. وما شاء الله she is with us again. اتفضلي يا دكتورة جهاد. هو يا دكتور محاضرتين في الاسبوع مش كتير، يعني حاسه مش هنقدر نحضر الاثنين. ايوه صح، كلام مظبوط 100%. سؤال الدكتوره بتقول يعني ان احنا هناخد
2 lectures per week. انا طبعا اتكلمت مع الاورجنايزرز في الموضوع ده. احنا في الغالب كنا في العاده بناخد محاضره واحده كل اسبوع، وبالتالي هتكون 30 اسبوع، وده اللي احنا كنا متعودين عليه، على اساس ان انت في خلال الاسبوع ده بتقدر تراجع المواد وبتقدر تتفرج على المحاضره مره واثنين وثلاثه، ولو في اسئله بنسالها على الواتساب جروب. لكن الحقيقه هم عملوا سيرفي وقالوا انه معظم الناس اللي داخله الامتحان بتبقى عايزه concentrated course خلال مثلا 3 شهور ونص، بحيث ان هو يقدر يجمع المعلومات قبل ما يدخل الامتحان. طبعا دي هنسيبها برضو للاورجنايزرز، واكيد هيعملوا سيرفي معاكم، وانا available to you at any time. عايزينها كل اسبوع انا ما عنديش مشكله، عايزينها كل اسبوع مرتين ما عنديش مشكله. فانتوا whatever you agree. انا الفكره كلها ان احنا we want to help you. We want to help you at your own pace. وده الهدف من الاونلاين ليكتشرز، ان انت ما تبقاش مرتبط بمكان او زمان. فشوفوا انتوا ايه المناسب ليكم واحنا جاهزين. تمام، شكرا جزيلا يا دكتور، ده اللي متعودين منه من حضرتك يعني. الحقيقة أنا شاكر جدا لحضوركم يا جماعة كلكم، وإذا في أي سؤال تاني أنا جاهز معاكم. لو حد يعني محرج إن هو يتكلم أو مع السؤال مش موجود على ذهنه دلوقتي، إحنا برضو موجودين على جروب الواتساب، تقدروا تسألوا أي سؤال وهكون معاكم أجاوبكم على كل الأسئلة. وطبعا المحاضرة دي هتكون برضو مرسلة لشركة ميد بلس، الهارد كوبي نفسها، بحيث ان هم هتبقى عندهم افيلبل ان انتوا تراجعوا السلايدز او عايزين تسالوا عن اي حاجه. انا باستمرار بدي copy of all the lectures to the company that's organizing the course. Okay, so if there is no further questions, I really thank you so much. ان شاء الله نتقابل في الكورس بقى الحقيقي باذن الله، على حسب ما انتوا تتفقوا امتى هيكون وبالطريقه اللي انتوا عايزين. تمام يا دكتور. شكرا Okay. لحضرتك يا فندم. العفو يا فندم. شكرا يا فندم.